يمكننا البرنامج من تصدير عناصر قاعدة البيانات إلى قاعدة بيانات أخرى، كما يمكننا أيضا تصدير هذه العناصر بتنسيق آخر، وذلك مثل تصدير سجلات جداول قاعدة البيانات كصفحة عمل سبريدشيت داخل برنامج إكسل. ولتصدير البيانات إلى برنامج إكسل نختار الجدول الذي نريد تصدير بياناته، ثم نفتح القائمة فايل ونختار Export، فيظهر المربع الحواري Export Table، فنقوم باختيار التنسيق الذي نريده لتصدير البيانات من القائمة Save as Type، ثم ندخل اسم الملف في الخانة File Name. ولتصدير البيانات مع الحفاظ على تنسيق هذه البيانات من حيث نوع الخط المستخدم فونت وعرض الأعمدة والعديد من التنسيقات الأخرى نختار Save Formatted. وعند اختيار Auto Start سوف يتم فتح الملف الذي سيتم تصديره تلقائيا بعد انتهاء عملية تصدير البيانات. ولتصدير بيانات الجدول نضغط على المفتاح Export، فيتم تحويل بيانات الجدول إلى التنسيق الخاص ببرنامج إكسل، ويتم فتح الملف داخل برنامج إكسل كما نرى هنا. ويمكننا تصدير جزء محدد من البيانات فقط إلى برنامج إكسل، ولعمل ذلك نضغط ضغطا مزدوجا على الجدول الذي نريد تصدير جزء من بياناته، فيتم فتحه باستخدام طريقة العرض Datasheet View، فنختار نطاق البيانات الذي نريده، ثم نفتح القائمة فايل ونختار Export، ومن القائمة Save as Type نختار تنسيق البيانات الذي نريده، ثم ندخل اسم للملف الذي سيتم تصديره في الخانة File Name. ويجب ملاحظة أنه إذا قمنا بتعيين اسم ملف عمل موجود بالفعل في هذه الخانة، فإن برنامج Access سيقوم بحفظ البيانات التي سيتم تصديرها بدلا من البيانات الأصلية الموجودة بالملف الأصلي، وذلك في حالة استخدام إصدار أقل من الإصدار الخامس لبرنامج إكسل. أما إذا كان الإصدار المستخدم أحدث من الإصدار الخامس لبرنامج إكسل، فسوف يتم تصدير البيانات إلى أول صفحة عمل خالية داخل ملف العمل الذي قمنا بتحديده. والآن نختار Save Formatted و Auto Start من هذا الجزء، ثم نضغط على هذا السهم ونختار Save Selection من هذه القائمة، فيتم تصدير البيانات وعرضها داخل برنامج إكسل كما نرى. ويمكننا البرنامج أيضا من تصدير البيانات مباشرة إلى برنامج إكسل، وذلك بالضغط مع سحب الجدول مباشرة من النافذة Database إلى أي صفحة عمل خالية داخل برنامج إكسل. وللتعرف على هذه الخطوات ننتقل إلى برنامج إكسل، ثم نقوم بتصدير النافذة الخاصة ببرنامج Access لكي نتمكن من رؤية البرنامجين معا. والآن نضغط مع سحب هذا الجدول الذي نريد تصدير بياناته إلى برنامج إكسل، فيقوم البرنامج بتحويل البيانات في التنسيق الخاص ببرنامج إكسل، ويتم عرض البيانات كما نرى.